السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب ان شاء الله. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات للفيديو ده. النهارده كده هنعمل اكله مش هتبطلي كده من حلاوتها وطعمتها وسهولتها كده وبساطتها. هتعمليها كل يوم. حاجه كده بسيطه وسهله علينا في الجو الحار اللي احنا فيه ده. خفيفه كده عليك في مطبخ، اكله من الاكلات الصيف الحلوه كده اللي مش هتعمل مواعين فيها كتير ولا هتوقف فيها مطبخ كتير. حاجه كده هتريحك من الاخر وفي نفس الوقت طعم رائع رائع رائع. هنجيب لسان العصفور كده معانا كده، والكميه اللي انت هتستخدميها وهتحمريها بالشكل ده زي ما انت شايفه كده. اول ما تصل معانا اللون ده هنحط عليها بصله مبشوره صغيره زي ما شايفه كده بالظبط. بصله مبشوره صغيره، لو حابه بصل اكتر من كده تقدر تحطيها عادي. ولو حابه برضو تضاعف الكميه اللي انا عاملاها ده يرجع لذوقك الشخصي برضو. لو حابه هنا برضو تحطي توم برضو نفس النظام يرجع لذوقك الشخصي. انا كنتش حابه نحط توم. حطينا البصل ده قلبناها كده تقليبه. هنحط عليها صلصه. اهم حاجه يا جماعه تكون صلصه نوعها نضيف زي الصلصه دي، صلصه هارفست. حلوه وتقيله كده ومظبوطه معانا. دي المعلقه دي هتغنيني يعني. بصراحه يعني ظبطت الدنيا معايا ووفرت معايا حاجات كتير. الصلصه كده مظبوطه معاكي تمام. تديها تقلبتين كده بالظبط يشموا النار كده عشان تطلع منها الريحه بتاعت اللي هي المعلبات وكده يعني. بس بعد كده راح نركنها على جنب. هنجيب بصله كده زي ما شايف كده، بصله مقطعينها كده، مقطعها كبير شويه انا عن العادي يعني. وشويه سمنه او شويه زيت، الماده الدهنيه اللي انت تفضليها، وتقلبيها كويس لحد لما تدبل معاكي كده وتصفر حاجه بسيطه. هننزل عليها كده بين ايه؟ بالكبده والقوانص. طريقه جديده جدا للكبده والقوانص، جميله رائعه 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 يعني يا جماعه. هتقلبي الكبده والقوانص بس اهم حاجه ما تسويهاش جوه، يعني هي دوبها تتشمع كده معانا. مش عايزين نسويها لان هي لسه هتدخل معانا الفرن. واخدين بالكم معايا؟ لان لو سويتها كويس ودخلتها الفرن هتنشف منك ومش هتبقى معاكي احسن حاجه خالص. حطيت هنا فلفل الوان، وبعد كده حطيت فلفل الوان تاني هنا كده على لسان العصفور اللي انا حمرته. وتقلبيها كده كويس بس زي ما قلنا تخلي الحاجات كده مش مستويه، يعني نص سوا يا جماعه. واخده بالك انت معايا؟ سمعتينا الصلاة على رسول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما تنسيناش كده في لايك حلو وكومنت حلو منك كده، تكتبي لنا فيه كلمه حلوه. ادي كده لسان العصفور هنحطه كده في الطاجن. اسهل طريقه واروع طريقه يا جماعه جربتها بصراحه. يعني طاجن لسان العصفور ده واو واو واو. هتحط لسان العصفور كده في الطاجن. وانا هنا على جنب كنت عامله ميه ومدوبه فيها كده مكعب مرقه. سبتها تغلي كده على النار، يعني شوربه كدابه يا جماعه. لو حابه تضيف اي اضافات تانية مثلا حبهان لورا في الشوربه ده ترجع لذوقك، بس انا كنتش حابه نستخدم اكتر من مكعب المرقه وشويه الميه كده يغلوا على النار. بس مش هنكب الشوربه الكدابه دي على لسان العصفور على طول، لا راح هنكبها في نفس الحله اللي انا حمرت فيها لسان العصفور. لان فيها شويه لسان عصفور فاضلين وشويه صلصه كده وحبشتكنات كده، لا مش هنسيبهم ولا نرميهم، لا هننزل بيهم كده ايه فوق الطاجن زي ما شايفه كده. بصي ادي شويه لسان العصفور اللي كانوا فاضلين نزلوا معانا كده في الشوربه. وهنكمل بقيه الشوربه كده تمام. هتساويه وتظبطي اهم حاجه الملح يا بنات. اهم حاجه تظبطي الملح وتدوقي الحاجه كده قدام ما تدخليها الفرن او قدام ما تعمليها، اهم حاجه تظبطي الملح بتاعها. نديها تقليبه كده نتاكد ان لسان العصفور كده الشوربه كده حواليه من كل مكان عشان يطلع معاكي مظبوط. وادي شويه الملح، كان ناقص شويه ملح ظبطته. هنا ممكن تقدروا تحطوا فلفل اسود يا جماعه، بصراحه الفلفل الاسود ده بيحلي الاكل. اي اكله لو زودت فيها الفلفل الاسود بيحليها. هنيجي كده بالكبده والقوانص على الوش كده وتنزليها وتسويها زي ما شايفه كده معانا. نزلت الباقي اللي كان في الحله. وتكوني مجهزه الفرن بتاعتك وتكون سخنه يا جماعه. اهم حاجه الفرن تكون سخنه معاكي كده كويس عشان الطاجن ما ياخدش منك وقت في الفرن، يطلع معاكي مظبوط وفي نفس الوقت يستوي يعني ده ما كملش معايا ربع ساعه في الفرن. ما طولش عن كده، ربع ساعة بالظبط على الساعة كان الطاجن كان استوى. وكنت عملتي الغدا كده والدنيا كانت تمام وانت رايقة وزي الفل، ما وقفتيش كل الوقفة بتاعتك في المطبخ كلها على بعضها 5 دقايق. في نفس الوقت ما عملناش برضو مواعين كتير. ادي كده كان الشكل النهائي للطاجن كده قبل ما يدخل الفرن. وهنفتح الفرن والفرن طبعا سخن عندنا والحرارة بتاعتها عالية. هيدخل معانا الطاجن كده بالظبط ربع ساعة أو على حسب يعني كل فرن ونظامه. راح تدوقي لسان العصفور لقيتيه استوى تمام، طلعي لقيتيه حابب شوية مية تاني برضه زوديه شوية مية تاني. أهم حاجة تصبي الطاجن معاك ويطلع معاكي مظبوط كده ومستوي. هادي بسم الله ما شاء الله الطاجن معانا خرافي يا جماعة. أحلى أكلة ممكن تعمليها سهلة وسريعة، وفي نفس الوقت هتنجدك لو انت جاك أي حد ضيف أو أي حاجة، وفي نفس الوقت مش مكلفة. يعني شوية الكبدة كده هتعملي منهم حاجة كده فخامة.
فخامة فعلا فعلا، يعني بجد فخامة يا جماعة. في أي وقت حد جاكي كده على غفلة، حماتك، أختك، أي حد جاكي البيت كده وانتي مزنوقة، مثلا شوية كبدة وقوانص في التلاجة، عملت منهم أكلة غاية في الروعة. طاجن لسان العصفور بصراحة يعني من أروع الأكلات اللي ممكن تعمليها وأسهلها، في نفس الوقت طعم رائع. تضمن إن انتي هتاكلي حاجة حلوة كده مظبوطة معاكي. ادي كده زي ما شايفين الطاجن كده محترم حلو شيك، ينفعك في كده ويشرفك قدام أي حد. في نفس الوقت لو انت مزنوقة كده وجوزك اتأخر كده في الشغل كده وانت ما عملتيش حاجة، الحقي نفسك بالطاجن ده. وإن شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. أحبائي في الله، ما تنسوش تدعموني كده بلايك وشير وتعملوا اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش. خشي كده خدي لك لفة في القناة وإن شاء الله هتعجبك. أحبائي في الله، نشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.